لاحظ شوف التاريخ، كأنه شنو اللي يكتب السلف يفعل الخلف نفس الشيء. هاي شيء يرسم السابق يجي اللاحق، كأنه هذا ما سهل عليه أن يتصور أن اللي قبل من آبائي غلط. ما يمكن، ذولا ما غلطوا، ذولا وجدنا عليها آبائنا. فاليوم غثوا للنبي صلى الله عليه وآله، تأثر يعني من آبائهم، وآبائهم يتفاخرون بآبائهم، وآبائنا كان عندهم شيء. النبي صلى الله عليه وآله على ذلك الخلق الضخم، على تلك النفس الكبيرة، قال لهم لما يدحرجه الجعل برجليه أفضل عند الله من بعض آبائكم. مش دعوة شوية افتهموا ايش تسوون انتم؟ خليكم انتم اعرفوا الأشخاص بالحق، لا تعرفون الرجال. نعم، لا تعرفون الحق يعني الحق هو اللي ينبغي أن يكون المقياس. نعم، اعرفوا الرجال بالحق، مو تعرف الحق بالرجال. لا، انت تعرف ان هذا على صواب امدحه، مو على صواب لا تمدحه. شنو معنى تقليدك إله؟ قالوا وجدنا عليها آباءنا. طيب يا أخي، آباءكم كانوا على عادات سيئة، كانوا على أخلاق منحلة، ما ملزم تتبع ما كان عليه آباؤك ولو كان غلطا أو خطأ. هذا الواقع التقليد الباطل، هذا عدم التحرر من الربقة، هذا أن الإنسان مكبل في نطاق من العواطف. لا، ينبغي أن يتحرر الإنسان من ذلك. أنا أشوف الحق أين هو وأتبع الحق بغض النظر عن أبي أو عن جدي أو عن فلان أو عن فلان. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarjiع.com. المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.